صلى على النبي. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. ده حديث لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. وده محمد عبد العاطي. محمد عبد العاطي اتشهر بان هو بيحكي حكايات كلها شتيمه وقصف اعراض. طبعا الناس اللي بتشوفه عارفين هو بيشتم ازاي وبالفاظ عامله ايه. والغريبه ان هو اتشهر فعلا بسبب ده، بسبب ان هو فاحش لعان طعان بذيء. في بنت معينه كده مليانه شويه بتنزل كونتنت على تيك توك، انا بتستفزني. لا بس هي اقسم بالله بشعه، هي ما بتسيبش فيديو من غير ما تقول هوريكم النهارده بلبس زيك واحده قلبوزه، فالناس تخش في الكومنتات انت مش قلبوزه، انت قمر، انت زي العسل، انت احلى قلبوزه، ثم اي حد تحكي 14 كيلو لاجلك ونبالغ في الطعس، وده تناقض. مش مثلا هو بيقدم محتوى هادف كويس الناس بتسمعه وبتستفيد منه فبيتفرجوا عليه واتشهر. بالعكس احنا كمصريين اساتذه في ان احنا نعمل سعر للي ملوش سعر. واحده زي اللي كانت بتشتم ابوها في اللايف وقالت له الشارع اللي وراه، وواحد زي محمد عبد العاطي اللي ما بيعملش حاجه غير ان هو بيشتم وبيسب وبيقذف الناس بألعن الشتايم. احنا اساتذه في ان احنا نشهرهم ونعملهم ترندات ونخليهم معروفين ومشهورين وليهم قيمة. شعبنا الطيب الجميل المتدين بطبعه من زمان جدا بيعمل نفس الموضوع ده. واحد زي دكتور أحمد زويل ما يتعرفش في بلده ومحدش يسمع عنه غير لما يسافر بره وياخد نوبل. وواحدة زي الرقاصة صفينار اللي ما كانش حد يعرفها في بلدها، ولما نزلت مصر هنا بقت نجمة سينمائية كبيرة ورقاصة طبعا معروفة. وغيره كتير جدا. ناس تطلع على السوشيال ميديا تقدم اي هيافة واي حاجة مخالفة للقيم والدين، واحنا نحبهم ونقول لهم زودوا كمان ونعملهم نجوم، وفي الاخر بنزعل لما القرد بيتنطط علينا. ونصيحة لأي شاب عايز يتشهر ويبقى معاه فلوس، هتطلع على السوشيال ميديا بتليفونك الجميل تصور فيديوهات تحكي فيها قصص كلها شتيمة وقلة أدب وسب أعراض وقصف ولعن وبذاءة، وما تقلقش سيب الباقي على الشعب المصري، هو أستاذ في الحاجات دي. ولأي بنت عايزة تتشهر ويكون معاها فلوس، اطلعي على السوشيال ميديا، اقلعي شوية، خففي هدومك شوية، بيني طبعا شعرك، اقلعي الحجاب عشان تبقي ترند، وما تقلقيش برضو من حاجة، هتتشهري بسرعة لأن الشعب المصري شعب ممتاز في الموضوع ده. ونصيحة لكل راجل محترم وبنت محترمة كويسة، حاربوا الكلام ده وحاولوا بقدر الإمكان إن انتوا تنشروا المحتوى الهادف اللي بيفيد الناس وبيساعدهم في حياتهم وفي دينهم. يمكن في يوم نعرف نعمل حاجة والشعب ده يفوق لنفسه شوية. سلام.